فضلا وليس أمرا ادعمونا بلايك للفيديو واشتراك. مباشرة ناحية صابير في الوسط، تعود مباشرة لوسط دفاع المنتخب البرازيلي. وفي هذه اللحظات الحكم يعلن عن مخالفة لصالح المنتخب البرازيلي. قلت نشاهد غياب كارلوس ألبرتو الذي لم يشارك في مباراة اليوم. عملية جس النبض منذ البداية. تخرج الكرة إلى التماس. الحضريوي رقم 3 لاعب ممتاز، كان وراء تأهل فريقه في مونديال 94 وكذلك في المونديال السابق، المونديال المقبل بفرنسا. إذن المنتخب المغربي دخل بالتشكيلة الآتية: بنزكري، صابير، نيبت، تريكي، حضريوي، شيبو، معزوزي، تشيبا، حجي وفرتوت، بالإضافة إلى رغيب. هجوم مضاد لصالح المنتخب المغربي وإبعاد الكرة مباشرة ناحية التماس. صابير رقم 2 إلى الوسط، تريكي في الوسط مباشرة ناحية تشيبو. حضريوي على الجهة اليسرى مباشرة ناحية منو. كان فيه خطأ بعد الاعتداء على اللاعب معزوزي، بل فرتوت رقم 9. المنتخب البرازيلي غني عن التعريف. المدرب البرازيلي كارلوس ألبرتو يحاول من خلال هذه المباريات البحث عن التشكيلة الرئيسية التي ستلعب خاصة في الدفاع. الهجوم المنتخب البرازيلي يبدو أنه قائم بدوره إلى حد الآن في كل المباريات، لكن تبقى تشكيلة الدفاع التي تعاني. ولحد الآن المنتخب البرازيلي لعب مباريات جيدة وفاز بها كلها، ونهزم في مباراة واحدة أمام المنتخب النرويجي، وكانت واحدة من المفاجآت والتي تفطن لها المدرب البرازيلي. راغب ناحية حجي طويلة، تسديدة وتدخل حارس كافو. هجمة مضادة، جونينيو في الوسط، محاولة الهروب من الوسط والتدخل من الخلف، والحكم تدخل من الخلف، كان تدخل على الكرة، من الكرة من راغب رقم 11، وتخرج الكرة مباشرة ناحية التماس. طبيعة الحال بداية المباراة نشاهد بالعرض البطيء، التدخل كان على الكرة وسقوط جونينيو العائد. كافو رقم 2 أمام حاجي إلى الوراء، زيروبرتو، تمريرات كروية جيدة، وجونينيو تأخذ منه الكرة. هجوم مضاد بقيادة فرتوت يبحث على أحد اللاعبين، يوجد الزميل راغب، تأخذ منه الكرة وتصبح خطأ على اللاعب رقم 11 راغب. مباراة سريعة وربما يغلب عليها بعض التسرع. هذا هو المدرب البرازيلي شيبا. دينيلسون طويلة من هنالك، حجي يبحث على أحد اللاعبين، تأخذ الكرة. إلى حد الآن الدفاع المغربي صامد بشكل جيد. فرتوت هذا رقم 9، رقم 8 هو شيبا. تقاطع، وضع اللاعب كما يقال رقم 2 كافو كالساندويتش. هذه الطريقة التي تستعمل، وهذا بعد مرور 5 دقائق من بداية هذه المباراة. الجدار مكون من حجي، شيبا، هذا الحارس بنزكري، حذاري من هذه المخالفات. جونينيو، دينيلسون تأخذ الكرة من شيبا،
تصبح كان في خطأ واعتداء على اللاعب رقم 8 شيبا. من الجهة اليمنى اللاعب صابير حاجي في الوسط، يراوغ في الوسط يبحث على احد اللاعبين متحررين. حاجي سريع في الوسط، محاولة الدخول وكان فيه تغطية من 3 لاعبين من هنالك، تدخل وتغطية من 3 لاعبين، وترجع الكرة مباشرة إلى الدفاع. صابير، تريكي صابير إلى الوراء مباشرة ناحية تريكي. الحضريوي من هنالك على الجهة اليسرى يبحث عن أحد اللاعبين المتحررين. شيبا رقم 8 محاولة المراوغة، تأخذ منه الكرة عن طريق كافو. يحرس المنتخب البرازيلي تافاريل. دينيلسون يبحث عن احد اللاعبين المتحرر، مراوغه جيده، محاوله الدخول حذاري والدخول من الخلف، تصبح هجمه مضاده لصالح المنتخب المغربي ناحيه ربما حجي لحد الان، لكن لا، ناحيه فرتوت، ويبقى في صراع مع احد المدافعين. الحكم يقول مخالفه لصالح المنتخب البرازيلي في هذه اللحظات. مباراة إلى حد الآن قلنا سريعة، وهذا بعد مرور قرابة 6 دقائق بل 7 دقائق. في الوسط البحث على جونينيو، تقطع الكرة من هنالك. تريكي، حجي في الوسط، تريكي طويلة مباشرة ناحية رغيب على الجهة اليمنى ليبحث على أحد اللاعبين المتحررين. صابر أمامه يحاول عالية من هنالك، وكان في تدخل. الحكم ماذا يقول؟ يقول مخالفة، دفع بعد اعتداء رياضي بطبيعة الحال على أحد اللاعبين البرازيليين. كنا نتمنى أن نشاهد بصير صلاح الدين وكذلك أحمد باجة الغائب الذي لم يستدعى لهذه المباراة، لكن لا أحد يدري ماذا يدور في رأس المدرب الفرنسي هنري ميشيل، وهذا قبل شهور من موعد انطلاق نهائيات كأس العالم بفرنسا. دونيزيت يدخل داخل المنطقة، وفي كان فيه تدخل. الحكم ماذا يقول؟ يقول ضربة جزاء، ربما ضربة جزاء قاسية في هذه اللحظات. دونيزيتي نقول كانت فيه ضربة جزاء قاسية، نشاهد كان فيه ربما لمس الرجل من هذا اللاعب رقم 9. نشاهد بالعرض البطيء من زاوية أخرى، نشوف ما كانش فيه تدخل في الواقع. من الصعب الاحتجاج على قرارات الحكم، وفي هذا الوقت الحكم يشعر البطاقة. نشاهد من زاوية أخرى أعزائي المشاهدين، كان فيه تدخل على الكرة. الحكم هو صاحب القرار الأول والأخير، ويقول ضربة جزاء لصالح المنتخب البرازيلي، وهذا بعد مرور 9 دقائق. نشاهد أعزائي المشاهدين الكرة، ويضرب الكرة ويضرب رجله في الأرض، لكن الحكم يقول ضربة جزاء لصالح المنتخب البرازيلي. وجها لوجه مع بن زكري. إذا كان تريكي هو المتسبب، رغم أن كان النيبت من هنالك في استقبال هذه الكرة، لكن في الأخير الحكم يقول ضربة جزاء. ضيع الضربة، والقائم يقول لا لهذه الضربة من تنفيذ هذا اللاعب رقم 11 دودو، ولحسن الحظ تبقى النتيجة 0-0. كان المفروض هنا الحكم أن يشعر البطاقة الصفراء بعد الاعتداء على اللاعب رقم 15، بل اللاعب رقم 16 معزوزي، لكن الحكم في الأخير يقول مخالفة فقط للتنفيذ. صابر طويلة، تدخل الدفاع من هنالك. إميرسون، جونيور، هذا اللاعب رقم 3.
نشاهد ضربة الجزاء القائم بنزكري من جهة، والكرة ترتطم بالقائم وتبقى النتيجة 0-0. هذا هو نايبت رقم 6. تقطع الكرة في هذه اللحظات. حضريوي من هنالك، كرة مغربية في هذه اللحظات في وسط الميدان، كرة بين أخذ ورد 1-2 بين كل لاعبين. الحضريوي من الجهة اليسرى، تأخذ من هنالك معزوزي ناحية حاجي مرة أخرى يسترجع الكرة على الجهة اليسرى. حاجي على الجهة اليسرى من هنالك، وأول هدف. لا، كانت عالية، كانت فرصة جيدة لصالح المنتخب المغربي، فرصة جيدة، لكن الكرة تمر فوق العارضة كما نشاهد أعزائي المشاهدين، وتبقى النتيجة 0-0 بين المنتخب المغربي. نشاهد وبشكل جيد فرتوت 11 دقيقة و25 ثانية والنتيجة 0-0. فرصة واحدة كانت لصالح المنتخب البرازيلي وهي إهدار ضربة جزاء واحدة. بنزكري يعود إلى المنطقة بعد التدخل وإبعاد الكرة إلى التماس. هذا روبرتو رقم 6. في هذا المنصب كنا تعودنا مشاهدة كارلوس ألبرتو. روبرتو مباشرة من هنالك وبنزكري. الحضريوي لحد الآن المنتخب المغربي يؤدي مباراة جيدة، نتمنى أن يواصل على نفس المنوال. تمرير الكرات من اليمين اليسار صابر. Olímpica junto a la favela de Mangueira. Aquí Clinton va a dar un discurso protegido por نأسف أعزائي المشاهدين لهذا التداخل في الصور، وسنتابع معكم. بيرلي بعد الكرة تغطية جيدة في الدفاع. إميرسون، زيلياس مباشرة ناحية روبرتو على الجهة اليسرى، لكن فيه تغطية جيدة من صابير. محاولة الدخول من الوسط هذه المرة، حذاري من هذا الخطأ، لكن اللاعبين حاولوا الآن تفادي حسن ما فعل اللاعبون المغاربة في هذه اللحظات، الخروج بالكرة وبطريقة ذكية تفاديا لما وقع وما صدر من الحكم في بداية المباراة وإعلان ضربة الجزاء. تجمع 4 لاعبين في الوسط، نايبت، تريكي، ابعاد الكره هو صابير، وكان فيه لمسه يد من اللاعب رقم 9 دونيزيتي. حجي، المنتخب المغربي يشرف الى حد الان ويلعب براحه، خاصة إذا علمنا أعزائي المشاهدين هذه أول مباراة رسمية بين المنتخب البرازيلي والمنتخب المغربي منذ نشأة كرة القدم. كان المنتخبان قد التقيا مرة واحدة أولمبيا سنة 1984، وكان فاز المنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل 0. تاريخ الكرة البرازيلية مع الفرق العربية في الواقع لم يكن كما يتوقعه البعض، حيث آخر مباراة رسمية للمنتخب البرازيلي مع منتخب عربي كانت في نهائيات كأس العالم في المكسيك، حيث فاز المنتخب البرازيلي بنتيجة هدف مقابل 0. هدف جاء عن طريق الخطأ، وكاد المنتخب الجزائري آنذاك بقيادة صالح عصاد ماجر وكذلك بلومي من تسجيل هدف تعادل وتسجيل أهداف أخرى، لكن الهدف الذي جاء عن طريق الخطأ في مرمى الحارس دريد آنذاك كانت انتهت المباراة بنتيجة هدف مقابل 0. وهذه المرة المدرب البرازيلي يحاول اختبار الكرة البرازيلية مع فرق مغاربية. الحضريوي
فرتوت ناحية مان وتدخل الدفاع، وإبعاد الكرة. تبقى الكرة شيبة صابر حجي وبشكل جيد محاولة الدخول من هنالك وتدخل الدفاع والحكم يقول ضربة زاوية لصالح المنتخب المغربي. نشاهد بشكل جيد تدخل المدافع هنا، المدافع رقم 5 زي إلياس كان تدخل من الخلف. تفاريل هذا الذي تشاهدون. ركنية من هنالك رغيب وإبعاد الكرة. كانت فرصة سانحة في الوسط. دائما الكرة عند المنتخب المغربي. حجي ماذا سيعمل بالكرة ناحية الجهة اليمنى؟ أول فرصة والهدف. لا، تدخل المدافع وتخرج الكرة إلى الركنية. كانت الكرة جيدة لكن الكرة ارتطمت بأحد المدافعين وتخرج مباشرة إلى الركنية. المعزوزي كان آخر من يمس الكرة بعد المدافع المغربي، بل المدافع البرازيلي. طويلة من هنالك وتخرج الكرة مرة أخرى إلى الركنية. ضغط مغربي في هذه اللحظات، وتستمعون إلى هزيج الجماهير الغفيرة الحاضرة لهذه المباراة. سلسلة من الفرص طويلة ناحية مان وتدخل الدفاع. تصبح الكرة مغربية. لا أحد الآن. حسن ما فعل، تغيير اتجاه الكرة ناحية اليمين. صابر البحث عن أحد اللاعبين المتحررين لكن الدفاع بسهولة. إبعاد الكرة. غونزاليز والنيبات. ضربة رأسية من حجي. جونينيو من مواليد 73 الذي كان يلعب الموسم الفارط مع فريق ميدلسبرا في الدوري الانجليزي، لكنه انتقل الى فريق اتلتيكو مدريد. قلت وبعد هذا الانتقال فضل المدرب استدعاءه لهذه المباراة، فيما هناك العديد من اللاعبين المغاربة قلت لم يشاركوا نظرا لارتباطات الفرق المغربية بتصفيات كأس إفريقيا للأندية، فيما هناك العديد من اللاعبين الغائبين خاصة في الهجوم. بصير صلاح الدين المصاب الذي لم ينتقل مع المنتخب المغربي إلى البرازيل، وكذا أحمد بهجة. محاولة لصالح المنتخب البرازيلي وتدخل الدفاع. وإخراج الكرة من النيبت. تماس زيروبرتو هذا رقم 6 وتغطية من هنالك جيدة. العزوزي إبعاد الكرة من هنالك ويبقى ضغط برازيلي في هذه اللحظات. إبعاد الكرة. حجي سريع. حجي يبحث عن أحد اللاعبين المتحررين من هنالك لكن الكرة بعيدة ناحية تفاريل. الكرة كانت جيدة، الفكرة كانت جيدة ناحية شيبو. جونينيو في الوسط. محاولة المراوغة. أقصر لاعب هذا في اللاعبين البرازيليين، يمر بسرعة لكن كان فيه دفع في حدود اللياقة الرياضية. راغب شيبو لكن ارتكب عليه خطأ من اللاعب رقم 9 في صفوف المنتخب البرازيلي فينيزيتي. حضريوي هذا كل اللاعب نتذكره جميعا خاصة في تأهيل المنتخب المغربي إلى نهاية كأس العالم، اللي كان قد مرر كرة جميلة لراغب الذي أسكن الكرة برأسه في مرمى غانا. نستطيع القول أنه كان نفس السيناريو في المونديال 94 حين مرر ناحية الغريسي. ويبقى هكذا هذا اللاعب متألق
حضريوي يلعب في فريق بنفيكا البرتغالي. تشيبو في الوسط، كرة ضايعة، تصبح هجمة مضادة وخروج بن زكري. خروج بن زكري حسن ما فعل. في غياب التغطية الدفاعية الحارس يصبح كلاعب باعتباره أول مدافع. زيروبرتو كرة برازيلية، محاولة لصالح المنتخب البرازيلي من هنالك وخروج الكرة. كانت هذه الكرة من اللاعب دينيلسون رقم 10. كرة ضعيفة. هذا هو اللاعب رقم 2 كافو قائد الفريق. خطأ على حجي. نذكر اعزائي المشاهدين المنتخب البرازيلي كان اهدر ضربة جزاء احتسبها الحكم في بداية المباراة. حجي جيدة محاولة الدخول، حجي يراوغ وتبعد الكرة، تبقى الكرة مغربية، عودة إلى الوراء، محاولة تنظيم الصفوف. نيبت باليمنى هذه المرة مباشرة ناحية فرتوت رقم 9، لكن كرة تخرج مباشرة ناحية 6 أمتار لصالح الحارس تافاريل. تمرير كرات جيدة إلى حد الآن. زيروبرتو سريع، حذاري من هنالك وتغطية الدفاع. نايبت بشكل جيد، تغطية جيدة، لاعب ممتاز، حذاري من هذا اللاعب. جونينيو محاولة الدخول، كرة بينية ولكن مباشرة ناحية الحارس بن زكري. تغطية جيدة في الدفاع، تغطية جيدة في الدفاع. نور الدين نيبت لاعب ديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، والنتيجة إلى حد الآن متعادلة 0-0. المنتخب المغربي ضيع فرصة سانحة للتسجيل وضيق مرمى كافو. تريكي رجع الكرة مباشرة ناحية الحارس ومباشرة إلى الحضريوي. تشيبو حضريوي في الوسط ناحية من فرتوت رقم 9. حضريوي مرة أخرى في الوسط، البحث على أحد اللاعبين المتحررين، تغيير الكرة مباشرة ناحية صابر المتحرر. صابر، حجي ممتاز، حجي راوغ، حجي ممتازة لكن تدخل الدفاع. حجي ممتازة وتبقى الكرة مغربية، وهجمة مضادة لصالح المنتخب البرازيلي لكن كانت فيه تغطية. نشوف كيف الحارس يقوم بدور رائع لحد الآن، يلعب كحارس متقدم، تغطية لزملائه تريكي وكذلك نايبت وصابر على الجهة اليمنى وكذلك الحضريوي على الجهة اليسرى. ضربة خطأ. يحق هذا اللاعب رقم 5 زي إلياس. ضربة خطأ تنفذ بسرعة من هنالك لكن فيه تسلل. شوف كيف نايبت يحاول تنظيم زملائه لتطبيق تسلل الخط، وهذا نجح فيه إلى حد الآن. قائد الفريق، قائد بأتم معنى الكلمة هذا اللاعب الممتاز تريكي. حجي، صابر، حجي مرة أخرى إلى الوراء ناحية من تريكي تمريرة خاطئة وحذاري من جونينيو، محاولة المرور لكن كما قلنا رغم أن اللاعب كان في وضعية التسلل إلى أن الحارس بن زكري كان متقدما
لقطع هذه الهجمات السريعة. شيبو من ناحية الحضريوي، الحضريوي محتفظ بالكرة، تمريرة ناحية من هنالك راغيب. شيبو في الوسط، حجي تقطع لتصبح الكرة برازيلية. جونينيو، زي إلياس، جونينيو. لحد الآن المنتخب المغربي قائم بدور رائع في وسط الميدان، تغطية شاملة، عودة جميع اللاعبين. دينيلسون محاولة المراوغة، حذاري من هنالك تمرير الكرات البينية وكذلك حذاري من الأخطاء، وتقطع الكرة لتصبح هجمة مضادة لصالح المنتخب المغربي، وتعود مرة أخرى لدينيلسون، ولكن الحكم ماذا يقول؟ تسديدة قوية وتدخل حارس العراق. كانت فيه تسديدة قوية في الوقت اللي الحكم أعلن تسلل. كان فيه تسديدة قوية من دودو هذا، والكرة تخرج، لكن من قبلها كان فيه تسلل، والنتيجة متعادلة إلى حد الآن 0-0، وهذا بعد مرور حوالي 30 دقيقة من بداية هذه المباراة. أعزائي المشاهدين، تجمع بين ممثل العرب في نهاية كأس العالم رفقة المنتخب التونسي، المنتخب المغربي الذي يظهر باللباس الأحمر. تشيبو في الوسط أمام جونينيو. تشيبو يبحث عن أحد اللاعبين المتحررين، فرتوت أمامه، يرجع الوراء ناحية الحضريوي في الوسط. العزوزي، بل معزوزي محاول الدخول بالكرة. حجي من هنالك، تقطع الكرة، تصبح هجمة مضادة ناحية دينيلسون في الوسط. دينيلسون يبحث عن احد اللاعبين، 4 مدافعين مغاربه امام، لكن كان في تسلل قبل هذا، الحكم ما يقول حتى شيء، وتقطع الكره. 10-10 للدفاع المغربي لحد الان. قلنا من بين 18 لاعبا مغربيا نشاهد من هنالك، كان فيه احد اللاعبين في وضعيه التسلل. كافو من هنالك، الحضريوي كان فيه الدفع، اذا ضربة خطأ لصالح المنتخب المغربي بعد الدفع من كافو رقم 2 على الحضريوي. من زاوية أخرى، رغم أن اللاعب الذي وصلت إليه الكرة لم يكن في وضعية التسلل، لكن اللاعب الأول على الجهة اليمنى كان في وضعية التسلل. جونينيو يقطع الكرة أمامه حجي، تغطية جيدة، مراوغة جميلة من جونينيو، لكن عودة جماعية، لعب جماعي لحد الآن، وطريقة جماعية يطبق فيها المنتخب المغربي. جونينيو يحاول في هذه اللحظات تحريك تحريك إيقاع اللعب بالنسبة للمنتخب البرازيلي، لكن لحد الآن المنتخب المغربي قائم بدور جيد بعد مرور أكثر من 30 دقيقة. حجي تريكي مباشرة ناحية حجي لاعب ممتاز، هذا لاعب حجي، لكن في خطأ. ارتكبه اللاعب تريكي. مصطفى حاجي لاعب سبورتينغ لشبونة. دينيلسون، كافو قائد الفريق، الحكم يقول فيه خطأ على اللاعب رقم 6 زيروبرتو. جونينيو، هجمة مضادة، حجي راوغ، حذاري، لكن في خطأ، الحكم يقول مخالفة، كان في اعتداء من الخلف على حجي من اللاعب رقم 5 زي إلياس. كانت فيه عرقلة من زي إلياس، وكان فيه ضربة كذلك، كان فيه اعتداء، كان المفروض على الحكم هنا أن يشعر البطاقة الصفراء، لكن ماذا يقول؟ ما يقول شيئا. صابر من هناك على الجهة اليمنى، يراوغ اللاعب الأول، محاولة اللعب، حذاري زميلك في وضعية التسلل، لكن الحكم ماذا يقول؟ جيدة. صابر مرة أخرى، وإبعاد الكرة. المنتخب البرازيلي كل مرة تكون الكرة مغربية إلا ويعاني، وهجمة مضادة، لكن الحضري في تغطية،
كان أخذ مكان زميله نايبت الحضريوي. تريكي مباشرة ناحية الحارس حذاري من هذا الأخطاء، لكن ماذا يقول؟ كان في خطأ على الحارس، لكن ماذا يقول الحكم في الأخير؟ تماس على دينيزيت. كرة برازيلية في هذه اللحظات، محاولة تنشيط اللعب على الجهة اليمنى من هنالك، حذاري من كرات مثل هذه، لكن تدخل الدفاع، تدخل تريكي وإبعاد الكرة، وكان في دفع من الخلف وتبقى الكرة، وتدخل بنزكري، تدخل حارس بنزكري. صابر شيبا يتقدم بالكرة، كان في خطأ. يا الحكم يعلن عن تماس لصالح المنتخب المغربي. صابر العزوزي، شيبو يرجع مباشرة ناحية تريكي في الوراء، الكرة بين أخذ ورد بين حاجي، وكان فيها اعتداء. نتمنى كرة مثل هذه أن يأتي لها الاختصاصي الحضريوي، كان كذلك رشيد الداودي الاختصاصي في التسديدات القوية. رشيد الداودي اللاعب المغربي الذي شارك في المونديال السابق، اختصاصي في تسديدات مثل هذه. نتمنى له العودة إلى المنتخب المغربي. تسديدة قوية من الحضريوي، لكن تدخل طفر القلت. الحضريوي يأتي إليها من الجهة اليسرى ويسدد بقوة، لكن تدخل طفرل. كرة مغربية في هذه اللحظات، كرة كادت تكون بينية، وتبقى الكرة المغربية في هذه اللحظات تدخل دفاع جونيور بيانو. تصبح الكرة سريعة من هنالك، وكان فيه تسلل واضح، وضوح الشمس في فصل الصيف من اللاعب رقم 9. حوالي 10 دقائق تفصلنا على نهاية المرحلة الأولى، والنتيجة متعادلة. هذا اللاعب رقم 9 في صفوف المنتخب المغربي فرتوت، يلعب لفريق بيليزنس البرتغالي. الكرة مغربية، وكان في تدخل لكن في حدود الرياضة من كافو، لاعب ذكي هذا. الحضريوي من هناك، عدة غيابات من الطراز العالي قلنا في صفوف المنتخب البرازيلي، من بينهم ليوناردو لاعب اي سي ميلان الذي كان يلعب سابقا في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، كان انتقل هذا الموسم. اضافه الى كارلوس البرتو، رونالدو، لكن هذا ليس للتقليل من المنتخب البرازيلي ولا من المنتخب المغربي الذي قائم الى حد الان بدور جيد. نتمنى له التوفيق في نهائيات كاس العالم في فرنسا. سلسله من المراوغات، محاوله دخول 4 مدافعين وتدخل بنزكري. روعه من بنزكري، وكانت فيه تسديده هذه الجميله من دودو، وبنزكري كان في المكان المناسب. تريكي، حسن ما فعل وتشجيع من زميله نايبت. ابعاد الكرة احسن من الارتباك وارتكاب الاخطاء في مثل هذا المكان، منطقة الجزاء اخطر منطقة، خاصة امام لاعبين برازيل. تنفيذ الركنية طويلة من هنالك، وتخرج الكرة. كان هذا اللاعب رقم 11 دودو.
في تشابه بين حجي وكذلك اللاعب معزوزي. صابر الجهة اليمنى طويلة من هنالك ناحية حجي رقم 7 يستفيد من ركنية، الكرة ما تخرج وتسقط عند حجي. محاولة الدخول، حجي يرفع الكرة مباشرة دائرة وتدخل حارس تفاريل، وتدخل حارس تفاريل. جونينيو يحاول في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين كما قلنا في البداية تنشيط الوسط، لكن لحد الآن زملاء النايبت قائمين بدورهم، خاصة هذا اللاعب المدافع رقم 2 صابر رقم 2 الذي يلعب في سبورتينغ لشبونة. إذا من بين 18 لاعبا مغربيا 14 لاعبا محترفا أي يلعبون خارج المملكة المغربية. الدوري المغربي، قلت الدوري المغربي لحد الآن وبعد 6 مباريات نجد الكوكب المراكشي في المركز الأول ب16 نقطة. شيبا فرتوت من هنالك، الدخول ما فيش تسلل أول هدف. نعم لو تضيع هذه الكرة كأخطر فرصة إلى حد الآن، أخطر فرصة، كانت فرصة جميلة وتضيع. نشاهد من جهة أخرى راغب يضيع، كان في وضعية جيدة بعد ما وصلته الكرة من اللاعب رقم 9 فرتوت. راغب يضيع، كانت فرصة سانحة، من المفروض كان يكون الهدف الأول لصالح المنتخب المغربي، أخطر فرصة إلى حد الآن لصالح المنتخب المغربي. 40 دقيقة والنتيجة متعادلة 0-0، وأداء جيد لصالح المنتخب المغربي. وفي خطأ من الدفاع المغربي. أول تسديدة، تسديدة خطيرة من اللاعب رقم 11 في صفوف المنتخب البرازيلي دودو. قلت الدوري المغربي وبعد 6 مباريات الكوكب المراكشي في المركز الأول ب16 نقطة، الدفاع الجديدي في المركز الثاني ب13 نقطة، بينما يتقاسم النادي المكناسي والرجاء البيضاوي المركز الثالث ب12 نقطة. خطأ لصالح المنتخب المغربي، وهذا قبل نهاية المباراة بحوالي 5 دقائق. حجي على الجهة اليسرى، حجي على الجهة اليسرى في 2 من اللاعبين، مراوغة جيدة، لاعب ممتاز في صراع مع أحد المدافعين، 2 مدافعين، وماذا تخرج الكرة والحكم ماذا يقول فيه خطأ. خطأ لصالح المنتخب البرازيلي. مقارنة مع بداية المباراة الربع ساعة الأخير انخفض فيها قليلا إيقاع اللعب، رغم هذا سجلنا أخطر فرصة لصالح المنتخب المغربي. شيبا، كرة عند الدفاع في هذه اللحظات. غونزاليس، جونينيو في الوسط، كافو عالية ناحية من؟ دونيزات وتدخل الدفاع. روعة من تريكي، تغطية زميله نايبت بشكل جيد، والكرة في هذه اللحظات عند الحضريوي. شاهد النايبت وتدخل تريكي في هذه اللحظات، تدخل تريكي على جونينيو، قوة بدنية وإرادة كبيرة عند اللاعبين المغاربة الذين يحاولون الخروج بنتيجة تحفزهم على التحضير الجيد قبل موعد كأس إفريقيا المقبلة وكذلك كأس العالم. داخل منطقة العمليات، وأول خطيرة، ثاني أخطر فرصة خطيرة لصالح المنتخب المغربي. راغب دائما من أحسن الفرص التي أتيحت للمنتخب المغربي، راغب كما كنا نشاهد قبل 5 دقائق، وهذه الفرصة
لو مرر الى زميله من هنالك ربما لكان الهدف الاول لصالح المنتخب المغربي الذي يؤدي في مباراة جيدة الى حد الان. تمريرة كان ينقصها شيء من التركيز، نقص من التركيز على المدرب أونري ميشيل، التركيز على هذه النقطة خاصة في الشوط الثاني. محاولة المراوغة، تجمع الدفاع وتدخل النايبت. إذا أعزائي المشاهدين نشاهد فيه خطأ على العزوزي. نعم، مباراة جميلة لحد الآن. جونينيو حذاري من هذا اللاعب، يحاول تنفيذ ضربة الخطأ. جونينيو على بعد حوالي 25 متر، الحارس بن زكري من هنالك. جونينيو في محاولة التنفيذ، الجدار إلى حد الآن طويلة ناحية من، لكن الحكم ماذا يقول؟ كان فيه تسلل، خطأ أو تسلل سنعرف ذلك بعد لحظات من جونيور بيانو. إذن أعزائي المشاهدين، بالإضافة إلى هذه المباراة سيقوم مركز تلفزيون الشرق الأوسط بنقل مباراة إيطاليا إنجلترا ضمن تصفيات كأس العالم، مباراة حاسمة السبت كما تتابعون على الشاشة في حدود الساعة 36:30 بتوقيت غرينتش. في هذه اللحظات هجوم سريع لصالح المنتخب البرازيلي وتقطع الكرة، وهذا قبل نهاية المباراة بدقيقة. فرتوت، الحضريوي، كرة جميلة ناحية من؟ نايبت اللي صعد هذه المرة وكأنه يريد يقول نحن في حاجة إلى أهداف. شيبا ناحية حجي يوقف الكرة بشكل جيد ومحاولة يرفع الكرة مباشرة ناحية من؟ وتدخل دفاع وإبعاد هذه الكرة، وحذري من حسن حظ الحارس أن الكرة التي ارتطمت بشيبا رجعت بسهولة إلى الحارس تافاريل الذي أخطأ في تمرير هذه الكرة في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. هذه اللحظات الأخيرة من بل من هذا الشوط الأول. حجي تم يراوغ اللاعب الأول، محاولة الدخول، 3 من اللاعبين، كان في اعتداء من الخلف. صابير يرفع من هنالك ناحية من، وتخرج الكرة إلى الركنية، لكن الحكم ماذا يقول؟ هذا هو اللاعب راغب اللي كان ضيع فرصتين سانحتين وسجلتا، لكانت النتيجة 2 مقابل 0. هذا هو اللاعب تريكي، لاعب ممتاز إلى حد الآن. إذن بعد مرور أكثر من 40 ثانية لنهاية المرحلة الأولى، مقرر ب 45 دقيقة في ركن لصالح المنتخب المغربي، طويلة من هنالك داخل منطقة العمليات وتدخل اللاعبين البرازيليين لإبعاد الكرة. تبقى الكرة عند جونينيو يبحث عن عدد اللاعبين، سريعة من هنالك، يبحث عن عدد اللاعبين المتحررين. نايبت، جونينيو يدخل داخل منطقة الجزاء وتدخل الحارس، تدخل الحارس بن زكري. نشوف انه حضري ما كانش في المكان اللي كان المفروض انه يكون فيه للدفاع على منطقته، رغم هذا انه تريكي قام بالتغطية الجيدة، لكن الكلمة الأخيرة والتدخل القوي كان من الحارس بن زكري. جيدة، العلامة كاملة، نتمنى أن يبقى على هذا المنوال الحارس بن زكري. طويلة، ضربة الزاوية وضربة رأسية وتدخل تدخل دفاع في هذه اللحظات. أعزائي المشاهدين، يعلن الحكم على نهاية هذه المرحلة الأولى. نتمنى أنكم استمتعتم بها والتي انتهت بنتيجة التعادل. هو من مواليد 69، 27 سنة، أمام جونينيو لاعب فريق أتلتيكو مدريد. انتقل هذا العام من فريق الإنجليزي، من الدوري الإنجليزي.
الحكم الكولومبي يعطي انطلاق الشوط الثاني. المرحلة الثانية، المرحلة الأولى كانت انتهت بنتيجة التعادل 0-0 هنا في مدينة بيليمي. جونيور بيان رقم 3 جيروبرتو رقم 6 من هناك على الجهة اليسرى، محاولة الدخول سريعة وفي خطأ من الخلف من اللاعب رقم 16 في صفوف المنتخب المغربي المعزوزي. محاولة من المنتخب البرازيلي ودخل حضري ممتاز، خروج الكرة بشكل جيد لكن تقطع خطر من هنالك وأول أخطاء الكرة لكن لا، بعيدة الكرة بعيدة من كافو. هذا هو اللاعب الذي سدد وفتح مباشرة، لكن على يمين الحارس بن زكري. ضربة مرمى لصالح المنتخب المغربي هو الحارس بن زكري. ضربة خطأ لصالح المنتخب المغربي بعد تدخل صبير. صابر في الوسط مباشرة ناحية تشيبو، محاولة لصالح المنتخب البرازيلي، خطأ جونينيو، محاولة تسديد والبحث عن أحد اللاعبين وتدخل الدفاع في هذه اللحظات. وسط الدفاع متجمع وتريكي يبعد الكرة. جونينيو مرة أخرى في الوسط، جونينيو مرة أخرى والدخول نايبت بل حضريوي. شيبو راغب، شيبو ترجع الكرة من راغب في الوسط، نايبت شيبا يبقى محتفظ بالكرة مباشرة ناحية اليمين. أين نجد صابر محاولة الدخول، محاولة المراوغة، يبحث على مساندة ويرجع إلى الوراء. الكرة مباشرة ناحية راغب لكن تدخل الدفاع. لا، الكرة عن المنتخب البرازيلي، حملة من هنالك على الجهة اليمنى أين نجد اللاعب رقم 10 إدريسون. حضريوي مرة أخرى، شيبا في هذه اللحظات من بداية الشوط الثاني، محاولة من البرازيليين اللعب في منطقة المنتخب المغربي ب4 لاعبين يقودهم جونينيو، لكن نشاهد خروج بالكرة بشكل جيد تريكي. شيبا تمريرة خاطئة من هنالك وتدخل الدفاع. زي إلياس عزوزي من هنالك وتقطع الكرة لكن من حجي. الحكم يقول، الحكم يعلن ضربة خطأ لصالح اللاعب هذا اللاعب كافو رقم 2. تريكي يقطع عن الكرة، تبع هجمة مضادة لصالح المنتخب المغربي، تقطع الكرة مرة أخرى. حجي على الجهة اليمنى من هنالك، من صابر لا بل راغب، كرة بينية ما تمرش وتصبح الكرة عند اللاعب بل عند من هنالك راغب، مراوغة
وتخرج الكرة بالحجي، وتخرج الكرة إلى التماس. بعد ما ارتطمت الكرة برجل حجي، الحكم ماذا يقول؟ تماس لصالح المنتخب البرازيلي. والعودة إلى الوراء إلى الحارس تافاريل. روبرتو رقم 6 لكن فيه تسلل. هذا هو اللاعب رقم 9 فينيزيتي. خمس دقائق من بداية المرحلة الثانية من مباراة هذا اللاعب راغب، مباراة البرازيل والمغرب ضمن التحضيرات، تحضيرات كل منتخب، المنتخب المغربي لنهائيات كاس افريقيا. هجوم مضاد، هجوم مضاد لصالح المنتخب البرازيلي، وتقطع الكرة بشكل جيد، تقطع الكرة. نايبت في الوسط يبحث على احد اللاعبين، حجي على الجهة اليمنى، حجي على الجهة اليمنى متحرر. عزوزي تسديدة قوية وتخرج الكرة، بل الحارس تافاريل بكل سهولة. رغم انها وديه لكنها تكتسي اهميه كبيره بالنسبه للمنتخبين وكذلك لوسائل الاعلام وكذلك للمدربين. كل واحد يبحث عن تنظيم الفريق قبل نهائيات كاس العالم، اكبر عرس كروي ستحتضنه العاصمه الفرنسيه الصيف المقبل. حجي كان تدخل قوي، كان فيه تدخل قوي من إيميرسون. هذا اللاعب رقم 11 راغب. الحضريوي تدخل الدفاع، وتبقى الكرة برازيلية في هذه اللحظات. الكرة عند المنتخب البرازيلي إذن في الوسط. جونينيو، زيلياس ناحية اليمين، كافو قائد الفريق. دينيزيتي يمر على الحضرمي. إميرسون من هنالك وتدخل تريكي بكل ذكاء، يترك الكرة تخرج إلى 6 أمتار. تريكي ربما استفاد من الخطأ الذي نقول أنه تسبب فيه، وتسبب في ضربة جزاء حال القائم دون تسجيلها. بينما هذا اللاعب الذي تشاهدون رقم 11 في صفوف المنتخب المغربي راغب كان ضيع فرصتين سانحتين للمنتخب المغربي وجها لوجه امام الحارس تافاريل، ولكن هذه هي كرة القدم. زي إلياس رقم 5 يبعد الكرة. شيبو العزوزي، شيبو في الوسط يبحث عن احد اللاعبين المتعرين. جونينيو يستفيد من خطأ، ينفذ بسرعة. جونينيو العائد، دخول قوي من اللاعب دينيلسون، لكن تقطع الكرة. تصبح هجمة مضادة لصالح المنتخب المغربي الذي يستفيد من مخالفة من تشيبا، وإنذار بعد الاعتداء على شيبا. شوف كيف كان تدخل قوي رغم أن الكرة قد أبعدت، إلى أن زي إلياس تعمد الاعتداء وضرب رجل اللاعب رقم 18 شيبو، فيما حراسة لصيقة على راغب. جونينيو سريع في الوسط، البحث عن اللاعبين لكن فيه تسلل، تسلل واضح
حجي، شيبا يحاول يسدد، تسديده قويه وخروج الكره، تسديده قويه وخروج الكره الى 6 امتار. شيبا اخر من لمس الكره بعد التسديده القويه. يبقى المنتخب البرازيلي محتفظ بالكره في هذه اللحظات. زيلياس رقم 5 في الوسط. إيميرسون محاولة المراوغة في تغطية من تريكي مباشرة ناحية من هذاري، ناحية بن زكري. فرتوت يتغلب على جينينيو. حضريوي طويلة ناحية حجي، ناحية راغب كان فيه صراع الآن بين راغب يستفيد من الكرة، كان فيه دفع بالكتف في حدود كرة القدم كما نقول، احتكاك بسيط. راغب ناحية من حجي. حجي ربما يسجل اول هدف له. كان في روعه هذه الكره، وتبقى الخطر، يبقى الخطر يحوم في منطقه المنتخب البرازيلي، ربما سينشد. كانت فيها الفكره، كانت جيده، لكن الكره تمر فوق مرمى الحارس. وكما نستمع اعزائي المشاهدين تصفيقات الجماهير البرازيليه، كانت هذه اللقطه من فرتوت ومباشرة ناحية شيبا، لكن الكرة تمر مباشرة فوق مرمى الحارس طفران. سلسلة من الحملات الهجومية المغربية. المنتخب المغربي لحد الآن يشرف الكرة العربية والإفريقية في هذه المباراة الودية أمام منتخب قوي، منتخب وبكلمة واحدة هو المنتخب الأول عالميا، لم يزحزح من هذا المنصب منذ نهائيات كأس العالم 94 التي أقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية والتي فاز بها المنتخب البرازيلي. لمسة يد من جينينيو المفروض، لكن الحكم يترك مبدأ الأفضلية ويتبع هجمة مضادة لصالح المنتخب المغربي. حجي تخرج الكرة مباشرة ناحية التماس. إيميرسون رقم 8 في هذه اللحظات ربما فيه تغيير بالنسبة للمنتخبين. دخول 2 من اللاعبين في هذه اللحظات. إذن خروج تريكي رقم 5. إذن دخول لخلج الطاهر والقروج. إذن دخول لخلج في صفوف المنتخب المغربي. حملة من الجهة اليسرى هذه المرة لصالح المنتخب البرازيلي. حذاري من هنالك، تمريرة وتدخل الحارس. إذن دخول لخلج. دخول 2 من اللاعبين المغاربة، لخلج ونكروز. لاعب باري الإيطالي يعود هكذا إلى المنتخب المغربي بعد غياب طويل. نكروز مدافع بدون شك سيخلف اللاعب الممتاز تريكي. بينما لخلج لاعب وسط. وخروج الكرة من كافو امام راغب رقم 11. الحضريوي يذهب الى هذه الكرة. لخلج رقم 4، تمريرة ناحية راغب من هنالك ناحية الجهة اليسرى في تمر وبدا الهدف الاول. تدخل دفاع، تدخل جونيور باينو. الكرة كانت في اتجاه رأس فرتوت، لكن الكرة تخرج مباشرة ناحية الركنية. مباراة جميلة إلى حد الآن أعزائي المشاهدين. ركنية من هنالك وتدخل الدفاع، كرة سهلة مفروض، لكن تصبح هجمة مضادة لصالح المنتخب البرازيلي وتقطع الكرة.
حجي، تمريرة ناحية من رغيب في الوسط، نيبت يصعد هذه اللحظات. ربما هذه تعليمات من المدرب. الخلاج وأول تسديدة، شوف صعود نيبت والرجوع إلى المكان فيما كانت التغطية من اللاعب الحضريوي. هذا هو اللاعب رقم 4. شيبو في الوسط، لخلج يحتفظ بالكرة، محاولة الدخول، قوة بدنية قوة جسمانية جيدة عند هذا اللاعب، كان في تدخل من الوراء لكن يبقى يحتفظ بالكرة طويلة من هنالك ناحية صابير على الجهة اليمنى. كرة جميلة يطبق فيها المنتخب المغربي في هذه اللحظات. فرتوت لكن في تدخل من 3 لاعبين برازيليين. جونينيو في الوسط، محاولة إعطاء إيقاع سريع لهذا اللاعب وتبقى الكرة عند جونينيو، محاولة الدخول، حذر من هذا اللاعب رقم 11 في صفوف المنتخب المغربي دودو. والحكم ماذا يقول؟ يتدخل الحكم وهذا يقول في خطأ وروح رياضية بطبيعة الحال. هذه أولا وقبل كل شيء مباراة حبية تحذيرية، خطأ لصالح المنتخب البرازيلي على بعد حوالي 26 متر. وأمام هذه الكرة اللاعب كافو وكذلك جونينيو. الحكم يشير إلى الأمتار القانونية لتنظيم هذا الجدار. تفاهم كافو، كرة عالية من هنالك وتدخل بنزكري. الفكرة كانت جيدة ولكن بنزكري كان في المكان المناسب. دونيزيتي آخر من لمس الكرة. هذا اللاعب قلنا في البداية أنه يلعب في فريق كورينثيانس البرازيلي. حجي، شيبا، حجي يستفيد من الكرة، جيد على الخط ولكن ماذا يقول الحكم؟ يقول تماس فيما نلاحظ المراقبة اللصيقة على هذا اللاعب رغيب. سجل هدف جميل في تصفيات كأس العالم ضد غانا بعد التمريرة الجيدة من زميله الحضريوي. جونينيو في وسط الميدان مباشرة ناحية مانو، حذر من هذه الكرة وتدخل الحارس. تدخل الدفاع وأول دفاع والعارضة تقول لا هذه المرة بعد القائم في الشوط الأول من ضربة جزاء. هذه المرة القائم يعيد هذه الكرة ومن حسن حظ المنتخب المغربي أن الكرة أخطر فرصة في هذا الشوط الثاني بعد تدخل الحارس بنزكري اللي بقى ساقط. ورغم كل هذا في الدقيقة 13 من بداية المرحلة الثانية أخطر فرصة. لخلج من خروج تريكي ربما ترك فراغ في الدفاع المغربي حيث كل شيء كان متماسك، لكن المدرب يحاول، مدرب بوندي ميشيل يحاول تجريب أكبر عدد من اللاعبين الذين استدعاهم. نذكر من بين 18 لاعبا 4 لاعبين فقط يلعبون في الدوري المغربي، البقية محترفون في مختلف البطولات الأوروبية. تماس كافو ينفذ الكرة ترجع لكافو مرة أخرى. خطيرة. وفي الأخير تدخل الحضريوي وتبقى الكرة برازيلية في هذه اللحظات. تسلل، مفروض أنه يكون في تسلل لكن بنزكري. سنشاهد ذلك من زاوية أخرى بدون شك. كافو مباشرة ناحية دودو ولحسن حظ الكرة لم تكن قوية وتبقى
الكرة مغربية في هذه اللحظات، النتيجة 0-0. رغيب، شيبا في الوسط، لخلج، شيبو إلى الوراء، نايبت، شيبا مباشرة من ناحية صابع الجهة اليمنى، الحكم يقول خطأ لصالح المنتخب المغربي. ضربة خطأ لصالح المنتخب المغربي في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين، والنتيجة ما زالت متعادلة 0-0. تسديدة قوية وبعيدة، تسديدة مباشرة لكنها بعيدة جدا، كانت من اللاعب رقم 2 صابر. كرة في وسط الميدان لصالح المنتخب البرازيلي اللي يحاول في هذه اللحظات تنظيم صفوفه أمام صمود الدفاع ومخادعة الهجوم في صفوف المنتخب المغربي بقيادة حجي في الهجوم ونايبت في الدفاع والحضريوي كذلك، وصابر من هناك على الجهة اليمنى. كرة ناحية مان والحضريوي، الحضريوي ممتاز، الحضريوي ممتاز، يفوز بهذه الكرة بكل براعة، يفوز بهذه الكرة. شيبو، الكرة مغربية في هذه اللحظات بل كرة برازيلية. زي إلياس إيدينيلسون يبحث على أحد اللاعبين المتحررين ناحية من، تعود له مرة أخرى محاولة التسديد والدخول وتقطع الكرة مرة أخرى لتصبح هجمة مضادة، تصبح هجمة مضادة ناحية من؟ ناحية المنتخب المغربي. من هنالك رغيب أمامه اثنين من المدافعين، يبحث على أحد من الزملاء، يرجع إلى الوراء مباشرة ناحية رغيب، ربما بالفعل رغيب بل صابر رقم 2. تمريرة عرضية مباشرة ناحية التماس. شيبو أول تغيير في صفوف المنتخب البرازيلي. يخرج هذا اللاعب رقم دودو رقم 11 ويدخل في مكانه اللاعب رقم 20 كريستيان. أول تغيير في صفوف المنتخب البرازيلي، خروج اللاعب رقم 11 دودو ودخول كريستيان. مدرب حائر أمام هذه النتيجة المتعادلة هنا في البرازيل. في وسط الميدان دينيزيت كان فيه مسك من الخلف وإنذار في حق لخلج، تنفذ بسرعة ناحية كافو وفي تسلل. مشاهد على الجهة اليمنى هذا الحكم، أول كرة لهذا اللاعب كريستيان اللي عوض يدخل في مكان بالفعل. نشاهد أعزائي المشاهدين وبالعرض البطيء ومن هذه الزاوية التسلل واضح. الحضريوي كريستيان هذه اللحظات ربما فيه تغيير بالفعل، يخرج اللاعب كافو يدخل في مكانه روسو. وقع اللعب انخفض نسبيا ومقارنة مع بداية الشوط الأول. تماس لصالح المنتخب المغربي. زاغالو هذا الذي لم يفهم شيئا إلى حد الآن. المنتخب المغربي يلعب بشكل جيد إلى حد الآن. لكن إلى حد الآن لم نشاهد سرعة للمدرب الفرنسي أونري ميشيل الذي سيشارك في المونديال للمرة الرابعة 3 مرات كمدرب.
بعدما درب فرنسا الكاميرون وهو يدرب المنتخب المغربي ويصل معه إلى نهائيات كأس العالم، فيما شارك أول مرة سنة 1978 كان ذلك في الأرجنتين، لكن كلاعب مع المنتخب الفرنسي. لعب في فريق سانت تيان ودرب في المملكة العربية السعودية فريق النصر السعودي. ها هو روسو رقم 13 دخل في مكان كافو. روسو صفر مقابل صفر. رقم نهاية المباراة ب20 دقيقة. جونينيو. كما نستمع تصفيرات الجماهير البرازيلية الغير راضية بطبيعة الحال على أداء منتخبها الذي يلعب هنا في البرازيل. حج هذا الذي تشاهدون رقم 7. حضريوي رقم 3 لاعب ممتاز يتحكم بشكل جيد خاصة في الرجل اليسرى. شيبو في الوسط يحاول إعطاء سرعة للهجوم. صابير من الجهة اليمنى. صابير من هنالك يبحث عن أحد اللاعبين. صابير ينطلق على الجهة اليمنى. محاولة المرور يراوغ يمرر لأحد زملائه. نتمنى أن يكون هذا هو الهدف الأول. تمريرة عرضية ناحية تشيبو من هنالك من الجهة اليسرى. تمريرات كروية جيدة. رغيب محاولة الدخول. إرجاع الكرة لكن الكرة تصبح برازيلية وسريعة. جونينيو تدخل قوي من الدفاع. نايبت في الوسط من هنالك لكن رغم ما فيه الشروط من هنالك الهدف الأول. كانت جيدة من حجي لكن تدخل الدفاع. محاولة فردية في هذه اللحظات. المنتخب المغربي يعطي إيقاع سريع لهذا اللاعب للشوط الثاني وبعد مرور 72 دقيقة. هذا هو النايبت صعد من الدفاع إلى الهجوم لإعطاء نفس لانطلاقة الهجوم المغربي اللي كاد يسجل في الفرصة التي شاهدناها اللي كان فيها حجي وجها لوجه. محاولة المرور لكن التغطية ولكن فيه مخالفة على هذا اللاعب رقم 20 كريستيان. يعلن فيها الحكم عن خطأ لصالح كريستيان أمام منطقة الجزاء. ضربة خطأ جانبية لصالح المنتخب البرازيلي أمامها جونينيو. تنفيذ الخطأ جونينيو. تبدو خطيرة هذه المخالفة من جونينيو. طويلة وتدخل بنزكري. تدخل ممتاز من بنزكري. هذا اللاعب رقم 4 كونكالتيز ساقط على الأرض. رغيب أمام مدافعين. روسو أخذ الكرة من حجي لحد الآن أصبح يدافع. تنفيذ بسرعة ناحية كريستيان. كريستيان دخل في الشوط الثاني. في خطأ كذلك من الحضريوي. ضربة خطأ لصالح المنتخب البرازيلي في هذه اللحظات. دينيلسون طويلة وبنزكري. تبدو سهلة لكنها خطيرة أعزائي المشاهدين وتبقى النتيجة إلى حد الآن متعادلة 0 مقابل 0. صابير تغيير ثالث بالنسبة للمنتخب البرازيلي بعد دخول كريستيان وروسو. يدخل كليبر في مكان اللاعب رقم 4 غونزاليس الذي أصيب وكنا نشاهدوه على خط التماس.
شيبو لصالح المنتخب المغربي. صابر طويله من هنالك من ناحيه حاجي. اوه لو مرت هذه الكره، لكن كان فيه دفع على اللاعب رقم 9 فرتوت. دونيزيت هذا من هذه الكره البينيه، لكن تدخل النايبت. صابر عفوا صابر رجع الكره الى الوراء، يغير ويرجع الكره مباشره ناحيه النايبت من اليمين الى اليسار الى الحضريوي. تمريره خاطئه ناحيه دونيزيت، ماذا سيفعل؟ حذري من هذه الكرات الخطيره، حذري من تاون في الربع ساعه الاخير من المباراه ناحيه من؟ بن زكري. كانت الكره من جونينيو، لكن بن زكري كان في الوقت المناسب وفي المكان المناسب ومسك بهذه الكره. كانت تمريره ممتازه من جونينيو، لكن الحارس بن زكري كان في المكان المناسب. الجماهير البرازيلية غير راضية في هذا الوقت. خروج الحضريوي ودخول أحد المدافعين المغاربة. إذن خروج اللاعب رقم 3 الحضريوي، وهو التغيير الثالث في صفوف المغربي. دخول أبرامي من الوداد البيضاوي لحسن برامي، وهذا قبل نهاية المباراة ب13 دقيقة. فرتوت لخلج طارت، تؤخذ منه الكرة، تقطع جونينيو سريعة من هنالك. كريستيان روسو من الجانب من رقم 13 خلف الشوط الثاني أمامه برامي ليخلف جونينيو. حذاري من هذه الكرة، جونينيو يدخل داخل منطقة الجزاء ويحاول الدخول ويمسك بالكرة. كان يبحث على ضربة جزاء، وفي انذار لجونينيو لانه مسك الكرة قبل ان يعلن الحكم عن اي شيء. اثنين من اللاعبين يلعبون في الدوري البرازيلي بل الدوري الاسباني. نشوف وبشكل جيد انه كان يبحث على ضربة جزاء ويمسك الكرة وفيه انذار. ما دام الحكم لم يعلن على اي شيء، ليس من حق اللاعب ان يقرر ما يشاء، رغم انه كان فيه ربما احتكاك، لكن في حدود الرياضة وكرة القدم. وتبقى النتيجة 0-0 الى حد الان. ممثلنا في هذه المباراة المنتخب المغربي يؤدي مباراة جيدة. إذن خروج الحضريوي كما قلنا، دخول الحسن برامي، هو واحد من اللاعبين المغاربة الذين يلعبون في الدوري المغربي في صفوف الوداد البيضاوي رفقة خالد راغب بن نهضة السلاطية وإدريس بن زكري وعبد اللطيف العراقي الحارس الثاني. دينيلسون محاولة الدخول مجموعة من المراوغات، وماذا يقول الحكم؟ يقول خطأ. دينيلسون محاولة الدخول من هنالك على الجهة اليمنى، ولكن كان فيه تمويه من هذا اللاعب على الحكم، لكن ماذا يقول هذا الأخير؟ ولا شيء. الأفضلية فيه رفع الرجل. جونينيو ينفذ الخطأ بسرعة، تسديدة قوية، هدف. كانت كرة سريعة من اللاعب إدينيلسون، هذا الذي ارتكب الخطأ ضده، وسجل أول هدف لصالح المنتخب البرازيلي، وهذا في حدود الدقيقة 80 من زمن هذه المباراة. كان هدف مباغت للحارس بن زكري. نشاهد كانت تبدو الكرة سهلة، لكن التسديدة القوية من اللاعب رقم 10 إدينيلسون، وأول هدف مقابل 0، ومصافحة وتحية من
زميله جونينيو. إذا هدف مقابل صفر أعزائي المشاهدين من هذه المباراة، مباراة المغرب والبرازيل في البرازيل. هدف مقابل صفر على بعد 25 متر وعلى بعد 10 دقائق من نهاية هذه المباراة. إذا الكرة بغتت بن زكري. لو قارنا عدد الفرص الضائعة للمنتخب المغربي لكانت ربما أكثر من هدف. محاولتين خطيرتين في الشوط الأول، لكن هذه كرة القدم. بن زكري يباغت ولكن حسب رأيي التغييرات التي قام بها المدرب أونري ميشيل خصوصا على مستوى الدفاع لم تكن صائبة، بحيث شاهدنا أن المنتخب البرازيلي انتقل بمجموع لاعبيه إلى منطقة المنتخب المغربي وأصبح يجد صعوبة بل سهولة في اختراق الدفاع. كرة سريعة، شيبا برامي يرفع الكرة، تبقى الكرة عند برامي يبحث على أحد اللاعبين، برامي يراوغ طويلة من هنالك ولكن الحارس تفرد بكل سهولة. قلت حسب رأيي أنها خروج مدافع مثل الحضريوي وكذلك تريكي بعد قيامهما بدور جيد في الشوط الأول وكذلك دقائق من الشوط الثاني، ربما ترك سهولة لصالح المنتخب البرازيلي لتمكن من تسجيل الهدف الأول إلى حد الآن، وهذا بعيد 8 دقائق من نهاية المباراة، مباراة البرازيل والمغرب. هدف من توقيع إيدينيلسون، بينما هذا الذي نشاهد جونينيو روسو برامي دخلوا يبعد الكرة ناحية التماس. روسو جونينيو تبعد الكرة مباشرة ناحية التماس. جونينيو يبقى محتفظ بالكرة والتدخل الحجي، كان فيه لمس باليد لكن الحكم ماذا يقول؟ وتخرج الكرة مباشرة ناحية التماس. روسو ناحية من؟ ناحية زي إلياس. إيدينيلسون هذا مسجل الهدف. كليبر اللي دخل في الشوط الثاني، تدخل صغير، إبعاد الكرة. كليبر هذا الذي دخل في الشوط الثاني. لخلج ناحية من؟ حجي. تمريرة طويلة ناحية رغيب مراقبة لصيقة. يعني أمامه اللاعب بايانو جونيور. زي إلياس في الوسط. إيميرسون رقم 8 وإيدينيلسون رقم 10 مسجل هدف. كرة بعيدة ناحية كريستيان رقم 20، خطيرة هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، ماذا سيفعل؟ تدخل الدفاع وتبقى الكرة عند الدفاع الذي يبعد الكرة مباشرة ناحية التماس. كريستيان هذا رقم 20 الذي دخل في مكان دودو رقم 11. دينيلسون وإيميرسون. دينيزيتي من هنالك وتقطع الكرة. فرتوت لخلج، كرة ضائعة والكرة مرة أخرى عند المنتخب البرازيلي. يحاول يراوغ، يدخل على الجهة اليمنى، يراوغ جونينيو، حذاري من هذا اللاعب. إيميرسون زي روبرتو. دينيلسون
يصل إليه صابر ويبعد الكرة إلى الركنية بل إلى التماس، وهذا قبل نهاية المباراة ب5 دقائق أعزائي المشاهدين، والنتيجة هدف مقابل 0. هدف البرازيلي سجل من تسديدة قوية في ربع ساعة الأخير. محاولة لصالح المنتخب البرازيلي ودخول المنطقة، وكان المفروض هنا على الحكم أن يعطي إنذار بدون زيتي. انه يبحث على ضربة جزاء في الوقت اللي كان من الممكن انه يلعب كرة سهلة. الحكم تفطن الى ذلك واعلن 6 امتار لصالح الحارس بن زكري. الكرة في الوسط طويلة، تدخل الدفاع. روسو جونينيو على الجهة اليمنى، روسو إيميلسون، تمريرة عرضية دينيلسون، تبادل كروي لكن تدخل اللاعب صابر، يضرب الكرة في اللاعب رقم 10 دينيلسون. الحكم يعلن تماس صاحب المنتخب المغربي حجي. هيا حجي رغيب لكن الكرة تخرج إلى التماس. أقل من 4 دقائق من نهاية هذه المباراة الودية الحبية بين المنتخب المغربي والمنتخب البرازيلي في البرازيل، ونتيجتها هدف مقابل 0 لصالح البرازيليين. سجله اللاعب رقم اللاعب دينيلسون رقم 10. كليبر، كريستيان رقم 20 دخل في الشوط الثاني. كريستيان محاولة إيقاف الكرة بالفخذ لكن تدخل دفاع وإبعاد الكرة. نجد مهاجم واحد فقط الآن في صفوف المنتخب المغربي راغب، في الوقت اللي كنا نجد أكثر من ذلك حجي، شيبا وشيبو. هذا مسجل هدف، محاولة الدخول والتوغل، ولكن ماذا يقول الحكم؟ ويقول ضربة جزاء ثانية لصالح المنتخب البرازيلي. نشاهد وبشكل جيد ضربة جزاء لصالح المنتخب البرازيلي، نشاهد من زاوية أخرى. وجاءت هذه ضربة الجزاء في الشوط الثاني. إذن سينفذها مسجل الهدف الأول دينيلسون. وبن زكري هل سيتمكن من صد هذه ضربة الجزاء؟ سنشاهد أعزائي المشاهدين، وهذا قبل نهاية المباراة بدقيقتين. دينيلسون، بن زكري من هنالك، نعم ويسجل. هدفان مقابل لا شيء من توقيع اللاعب دينيلسون قبل نهاية المباراة بأقل من دقيقة و30 ثانية. هدفان مقابل 0. في الواقع تبدو هذه النتيجة ثقيلة، لكن صراحة لا تظهر الوجه الحقيقي والعام للمباراة التي أبدع فيها المنتخب المغربي في لعب كرة جميلة وسريعة. لكن وحسب رأيي دائما أقول أن التغييرات التي قام بها المدرب هنري ميشيل ربما لا ندري ماذا يدور في رأسه. هل هو يبحث عن النتيجة؟ هل هو يبحث عن الأداء؟ وهل يبحث على تجريب عدد كبير من اللاعبين المحترفين الذين استدعاهم؟ لكن على أي حال النتيجة تفوق المنتخب البرازيلي بهدفين مقابل 0. لن نشاهد المنتخب البرازيلي بذلك المنتخب المخيف رغم غياب عدد كبير من اللاعبين في صفوفه. شيء نفسه بالنسبة للمنتخب المغربي، غياب عدد كبير من اللاعبين الممتازين، نذكر من بينهم بصير صلاح الدين، كذلك البهجة وكثير من اللاعبين الآخرين. ماذا يقول الحكم في هذه اللحظات أعزائي المشاهدين؟ يقول مخالفة لصالح جونينيو من المنتخب البرازيلي. هذا قبل نهاية المباراة بثوان. الكرة دائما عند المنتخب البرازيلي. وفي هذه اللحظات أعزائي المشاهدين
يعلن الحكم الكولومبي نهاية